السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهارده ان شاء الله وصفتنا سهله وبسيطه جدا جدا. هنعمل مع بعض كيكه الحليب التركيه اللي عامله قلبان والترند بقى ايه، ما اقولكمش. هنعملها ان شاء الله النهارده بطريقه بسيطه جدا وامكانيات بسيطه جدا جدا، وطعم بجد يخطفك لأبعد الحدود. هنعمل اول حاجه الكيك والكريمه، وهنعمل كمان صوص الكراميل الجميل بطريقة اقتصادية وموفرة جدا جدا. شايفين الجمال والعظمة؟ بجد من حلاوة الكيكة دي هتعمليها كل يوم، مش كل يوم لا، هتعمليها والله كل فترة فترة. هتكون عندك قلبان وإدمان كمان، هتعمل عندك إدمان من قد إيه هي جميلة وطرية كده، وطعمها بجد تحفة تحفة تحفة. شايفين الجمال؟ مش قادرة اقول لكم والله طعمها حلو. ولا هي مسكرة قوي ولا هي، يعني مظبوطة 100%. شايفين الجمال يا جماعة؟ والكيكة قد ايه هشة وطرية، تحفة بجد. تعالوا بقى نشوف عملنا ازاي العظمة دي. هعمل اول حاجة الكيكة بتاعتي. الكيك بتاعي بسيط جدا جدا. معايا هنا اول حاجة البيض بتاعي 6 حبات من البيض، الفانيليا بتاعتي 5 اكياس من الفانيليا، 3 اكواب من الحليب، و3 اكواب من السكر. في الخلاط ضفنا ايه بقى؟ البيض 6 حبات من البيض، الفانيليا ضفت 5 اكياس من الفانيليا، الحليب ضفت 3 اكواب من الحليب، 3 اكواب من السكر. دي المكونات السائلة بتاعتي. وطبعا انا ضفت الكمية كلها. فمعايا هنا كوباية من الزيت، بس حسيت ان الخلاط بتاعي مسحوم شوية، فحابة ان انا اخلط كل المكونات دي الاول، وبعدين هشيل نصهم على جنب، وابدأ ان انا اضيف كمان الزيت بتاعي. ضفتي بقى في الخلاط البيض، الفانيليا، السكر والحليب. خلطتهم كويس جدا جدا جدا، يعني دي اهم خطوة، ان البيض ينخفق كويس جدا مع الحليب والسكر وكمان الفانيليا. خلاص خفقتهم كويس، هبدأ اضيف نص الخليط في بول عندي، وهبدأ بقى اسيب النص التاني في الخلاط عشان اكمل اضيف المكونات بتاعتي الباقية. المكونات بتاعتي هتكون كوباية مليانة، الكوباية اللي هي العادية اللي احنا بنشرب فيها الشاي دي الكبيرة دي. طبعا الكوباية اللي عايرتي بيها السكر هي نفسها الكوباية اللي عايرتي بيها الدقيق والحليب. كمان هضيف كوباية من الزيت واحطها في الخلاط، معلقة صغيرة جدا من الخل الابيض، طبعا نسيته في اول مرحلة. خلاص بقى خلصت خفق باقي المكونات بتاعتي، ضفتهم على النص الاول من الخليط، وبعدين حطيتهم في بولة على جنب. هبدأ بقى ان انا اجهز المكونات الجافة بتاعتي، عبارة عن 6 اكواب من الدقيق، 3 معالق كبار مليانين من البيكنج باودر. انا احب اضيف لكل كوبايتين دقيق كيس كامل من البيكنج باودر، فده عندي 6 اكواب من الدقيق، يعني 3 اكياس كبار من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة جدا ممسوحة من الملح. وبعدين هقلب كل المكونات الجافة بتاعتي مع بعضيها، اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والملح، وبعدين انزل بالمكونات الجافة بتاعتي على المكونات السايلة. تمام. افضل بقى ايه، اقلب فيهم كده كويس. انا عايزه كل الدقيق عندي يختفي تماما، يعني الخليط عندي يكون سايب كده وجميل. شايفين القوام؟ بجد حلو جدا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي ابطنها بشويه زيت صغيرين كده، ابدا بالفرشه بتاعتي بقى اوزع على الصينيه كلها في الجوانب وفي كل مكان زيت، شويه زيت صغيرين كده، وافضل ايه اوزعه كويس جدا على الدقيق على الصينيه بتاعتي. وشويه دقيق، حوالي معلقه كبيره من الدقيق هنزلها على الصينيه، وبعدين هفرد الدقيق على الصينيه بالطريقه دي كده، انزله على الجوانب وعلى كل مكان في الصينيه بتاعتي، بحيث ان ليه بقى الخطوه دي، ان الدقيق والزيت ما يخلوش عندي الكيكه بتاعتي تكون ماسكه كده في ايه، يعني في الصينيه، تكون يعني اطلع القطعه تكون جامده معايا وتكون متماسكه، ما تلزقش في الصينيه عندي، وتكون جميله. تمام. مسخنه بقى الفرن قبليها، قبل ما اشتغل واعمل كل حاجه، مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 رف اوسط. تمام. ادخلها بقى الفرن، وابدا بقى اجهز بتاعي الكريم شانتيه بتاعتي او الكريمه بتاعتي. عباره عن ايه؟ الكريم شانتيه بتاعي سهل جدا جدا، عباره على 2 كوب كريم شانتيه خام، وواحد كوب من السكر البودر، وكوبايه كمان لبن متلج او ميه متلجه. اللبن او الميه المتلجه لازم تكون متلجه جدا، يعني تكون كده ايه، ماسكه نفسيها كده وحلوه. خلاص. قعدت اخفق. انا عايزه توصل للمرحله دي. الكيكه بتاعتنا الجميله طلعتها من الفرن، شايفين الجمال والحلاوه؟
تحفة بجد. شايفين قد ايه عالية وجميلة ما شاء الله عليها بجد. هابدأ بقى ان انا ايه، شلتها من الصينية، وهابدأ ان انا ايه اقطعها كده. انا عايزة اشيل الوش بتاعها، انا مش هستخدمه، مش عايزاه، انا عايزة بس الايه، حتة صغيرة منها او حتة اللي انا عايزاها. المهم ان انا عايزة اشيل الوش. شلته بالمنشار بتاعي، ما عندكيش منشار ممكن بسكينة كده صغيرة وتفضلي تشيلي بيها الوش. شايفين الجمال؟ تمام. الوش ده بقى انا مش هرميه، انا هستخدمه تاني. ممكن بقى الوش بتاعي ده اللي انا شيلته، وهو لو كان تخين شويه احطه في صينيه صغيره كده، او اكسره في صينيه صغيره واكمل بيه، اعمل بيه كمان صينيه. يعني بالوش ده ممكن اعمل بيه صينيتين. شايفين؟ هو ده بقى الكيكه بتاعتي اللي انا عايزاها تكون بالسمك ده. ارجعها تاني الصينيه بتاعتي، وابدا تاني بشويه حليب ان انا اسقي بيها الكيكه بتاعتي. ممكن تغرقيها حليب، يعني انا حطيت عليها كوبايه حليب. ممكن عايزاها طريه اكتر والحليب كده يكون باين فيها، ممكن تضيفي كمان كوبايه، يعني تضيفي كوبايتين. بس الصراحه انا حبيتها كده اكتر. تعالوا بقى نعمل صوص الكراميل بتاعنا. صوص الكراميل بتاعنا حلو جدا جدا. هعمل صوص الكراميل لحد ما الكيكه بتاعتي تبرد. كمان انا عايزه الكيكه بتاعتي تكون بارده جدا جدا. صوص الكراميل حطيت حلة على النار، ضفت فيها كوبايتين من السكر الناعم، ما يكونش سكر خشن، يعني يكون السكر ناعم شوية. وخلاص السكر معايا اتكرمل واداني اللون الجميل ده. هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، لازم زبدة، ما ينفعش اضيف على الكراميل زيت ولا سمنة، لازم زبدة. ضفت الزبدة بقى على الكراميل بتاعي، السكر بتاعي اللي اتكرمل. واول ما الزبدة خلاص ساحت مني، ابدا انزل سوري، الحليب بتاعي على طول. هنزل بالحليب بتاعي كله على الكراميل. وطبعا اول ما انزل بالحليب هلاقي خلاص ان الكراميل او قطعة الكراميل او السكر بتاعي بيمسك كده في بعضيه كده وتنشف. هفضل بقى ان انا اقلب، مش هشيل ايدي خالص من على النار لحد ما السكر ده يسيح تماما، بيدوب معايا خالص. طب ضفت قد ايه حليب؟ ضفت حوالي 3 اكواب من الحليب. هيعمل لي كمية ما شاء الله عليها بجد حلوة جدا. هفضل اقلب كتير كتير لحد ما السكر ده يدوب معايا. وكمان هبدأ ان انا اضيف عليه رشة صغيرة جدا من الملح، بحيث ان هو يظبط لي الطعم معايا. هقلب كتير جدا جدا، وخلاص الكراميل بتاعي جاهز. وخلاص هو ده القوام بتاعي المظبوط. هسيبه يبرد على النار، يبرد شوية بعيد عن النار. ونبدأ بقى نضيف طبقة الكريمة بتاعتي. طبقة الكريمة بتاعتي جميلة جدا ومتماسكة. شايفين الجمال والحلاوة؟ ما شاء الله عليها بجد، حلوة جدا جدا جدا. شايفين؟ يعني عملنا كيكة الحليب التركية بطريقة اقتصادية وجميلة، وبجد طعمها هيفرق معاكم جدا. هتنسوا اي كيكة عملتوها قبل كده، او اي حاجة حلوة عملتوها قبل كده. يعني بجد حلوة وسهلة وسريعة، جميلة جدا ما شاء الله. ضفت كل كمية الكريم شانتيه بتاعتي، انا هضيف الكمية اللي انا حباها. ولو فايض عندي شوية كمان هعمل كمان الصينية اللي قلتلكوا عليها قبل كده، اللي هي بوش الكيكة بتاعتي. هساوي عندي الكريمة كويس، وامسح اي اطراف موجودة عندي او اي حاجة او اي زوايد موجودة عندي على الصينية. شايفين صوص الكراميل؟ خطير يا جماعة بجد، طعمه حكاية، وقوامه كمان تحفة. طبعا سيبته يبرد خالص. طبعا لو حطيناه مباشرة اول ما طلعته من من على البوتاجاز على الكريمة هتسيح الكريمة مني. لازم يبرد خالص، يعني يكون بارد تماما. وبعدين ضفت الكمية اللي انا حباها طبعا على الكيكة بتاعتي او على كريم شانتيه. وهبدأ ان انا اسويه كده بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. شايفين بجد؟ يعني طبقة الكريمة ده، طبقة سوري الكراميل ده، هي اللي هتظبط لنا الدنيا كلها بجد. يعني الكراميل مفيش احلى منه. شايفين الجمال؟ بجد حلو جدا. وبعد ما سويتها بقى هبدأ ان انا اعمل خطوط بالكريم شانتيه كده على وش الكراميل بتاعي. عبارة عن ايه؟ معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ضفت عليهم شوية حليب بالتدريج. الكريم شانتيه اللي احنا عملناه انا عايزة افكه عشان يسهل عليا ان انا ايه اعمل بيه خطوط على الكراميل. هقلب كده الكريم شانتيه كويس لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. وطبعا لا، انا هحتاج القوام اللي انا عايزاه. كل ما ازود حليب هيديني القوام المناسب. حسيت ان هو ايه تخين شويه، ضفت شويه حليب، وبعدين هبدا اقلب والمه كده كويس. خلاص وصلت للقوام المطلوب او اللي انا عايزاه.
هعمل ايه؟ في كيس صغير هبدأ ان انا احطه في الكيس بتاعي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، وفي جنب صغير من الكيس هبدأ ان انا اقطع يعني قطع، يعني اقطع حتة صغيرة جدا من الكيس كده. انا بحاول بس ان انا افرغ الهواء الموجود فيه، شايفين كده؟ بجنب الكيس هجيب المقص وحتة صغيرة جدا واقطعها عشان اعمل بيها خطوط، وبالطريقة دي هبدأ بقى ان انا اعمل خطوط، وهنحاول نثبت ايدينا كده بالطريقة دي كده. شايفين؟ بجد طريقة سهلة وبسيطة وكمان طعم بجد يا جماعة حلو جدا جدا جدا. خلاص خلصت كل الخطوط بتاعتي بخلة بقى، بخلة أسنان، وهبدأ أعمل الخطوط بالطول كده، مرة بالطول كده، يعني مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي، بس كل مرة بعمل بيها الخط ده لازم أمسح معاكم الخلة كويس، أمسحها بالمنديل يكون مجهزاه في إيدي التانية. شايفين الجمال؟ بجد شكلها رهيب 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 وبسيطة جدا، وطبعا ما خدتش مننا أي وقت. دخلها بقى التلاجة تقعد حوالي ساعة، وبعدين نطلعها بقى ايه، نقدمها أو نقطعها كده وبعدين نقدمها. بجد حلوة جدا جدا، يعني تحلية سهلة وبسيطة وكمان خفيفة بطريقة والله ما تتخيلوها أبدا. شايفين الجمال؟ وفي كل مرة طبعا لازم أمسح السكينة وأنا بقطعها. تعالوا بقى أوريكم الجمال والحلاوة والبساطة كمان، ما شاء الله بجد حلوة جدا. شايفين طلعت معايا قد ايه حلوة وجميلة ومتماسكة كمان؟ شايفين؟ بجد تحفة يا جماعة، لازم تجربوا الوصفة دي، بجد حلوة قوي، وأتمنى كمان هتعجبكم. ويا ريت بقى تفرحوني في الكومنتات بتاعتكم الجميلة لو جربتوها وظبطت معاكم، يعني ما شاء الله هتطلع معاكم ناجحة من أول مرة والله. وأتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بوصفاتي الجديدة. وأتمنى تعجبكم كل الحاجات اللي أنا بنزلها أو كل وصفاتي، وياريت تشاركوني كمان بوصفاتكم الجميلة أو بتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، يعني عملنا كيكة الحليب التركية بأقل التكاليف وأجمل طعم، بجد طعم خيال. يعني شايفين قد ايه ما شاء الله الكيكة يعني حلوة جدا، هشة، والكريم شانتيه عليها من فوق يعني خيال، ولا صوص الكراميل الجميل اللي احنا عملناه في البيت. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.